السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كلاسيك كار. هنتكلم عن النسخة الأوتوماتيكية 2024 للسيارة سوزوكي اسبريسو. تعال نشوف التطور اللي حصل فيها، يلا بينا. وأخيرا سوزوكي اسبريسو طورت نفسها وبقت سيارة اوتوماتيك، وهي سيارة ناجحة جدا في الطرق والشوارع في مصر. كان نازل منها مانيوال لحد 23، دلوقتي نزلت نسخة اوتوماتيكية في 2024. سيارة طبعا هندية وممتازة عالية عن الأرض، تتميز بموتور 1000 سي سي 3 سلندر 68 حصان، عزم الدوران 90 نيوتن، استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو. سيارة اقتصادية جدا جدا في البنزين. تعال بقى نشوف الفتيس الاوتوماتيك. طبعا رجعت بفتيس اوتوماتيك اي جي اس بتاع العربية ديزاير. سيارة مريحة جدا وسيارة ممتازة جدا للأسر الصغيرة. الكنبة الخلفية للسيارة مريحة جدا للراكب الخلفي، عشان خاطر قاعدة عجلات السيارة 2 متر 43 سنتي. تعال بقى نشوف أمان السيارة. طبعا تفوقت النسخة الأوتوماتيكية في الاي اس بي ثبات الإلكتروني والاتنين ايرباكس وجنود سبور مقاس 14. طبعا السيارة السوزوكي اسبريسو اهتموا بيها جامد طبعا. بقت منها طارة مالت فانكشن وشاشة واندرويد اوتو، والتكييف بتاعها كويس جدا، وفيها مرايات كهرباء. فاهتموا اهتمام جامد في النسخة الاوتوماتيكية اكتر. طيب ما نيجي نشوف كده ايه الفروق اللي بين المانيوال والاوتوماتيك في التحديثات بتاعة ال 2024 اوتوماتيك. طبعا اول حاجة جنوط سبور، كان في الاول اللي هي جنوط الحديد، دلوقتي جنوط سبور مقاس 14. تحكم المرايات بقي كهرباء بدل من اليدوي. واتطورت دلوقتي شاشة تحكم 7 بوصة بتتحكم طبعا في الاندرويد. ونظام الثبات الالكتروني الاي اس بي، طبعا ده حاجة ممتازة جدا، خلت سوزوكي اسبريسو 24 فوق في حتة تانية خالص. فإلى حد ما السيارة ممتازة جدا، عملية واقتصادية وموفرة جدا في البنزين. فنتمنى ان شاء الله ان تنجح السيارة دي في مصر. ولكم مني كل التحية. لو لسه ما اشتركتش يا ريت تسيب لنا سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.